اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنيه سلامه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. موسم السردين ما شاء الله بيبقى جاي ومعاه الخير كله، ومفيش احلى ولا اكتر من وصفات السردين. تعالوا مع بعض النهارده نعمل السردين بطريقه تعتبر جديده علينا، هي وصفه مغربيه بس بصراحه النتيجه بتاعته روعه، وكمان بنجيبه من بره بمبلغ كبير. طب ايه رايكم النهارده نعمله بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه والنتيجه ممتازه؟ بس قبل ما نبدأ الفيديو أحب أفكركم أنا أمنية ودي قناتي، ولو دي أول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل السردين المعلب في الزيت بتاعه ازاي. اول حاجه هنا انا جبت كميه من السردين. انت ممكن تجيبي نص كيلو، كيلو، 2 كيلو، ممكن تجربي الاول في كميه قليله نص كيلو مثلا. هجيبه وبغسله وبسيبه في المصفى يتصفى، وبعد كده بجيب مقص وزي ما احنا شايفين كده بقص الراس ومعاها اول البطن بتاعه السردين، وبوز المقص كده بنزل اي احشاء جوه السمكه علشان يبقى قلبها فاضي بالمنظر ده. واحده كمان كده هنقصه بالمنظر ده، وبعد كده من الطرف بتاع البطن بنفتح فتحة صغيرة علشان بس اقدر انضف منها البطن بتاعة السمك. طبعا هنخلص الكمية بتاعتنا، ممكن في الاول ما نغسلوش ونفتح نشيل الراس ونفتح البطن وبعد كده نغسله مرة واحدة في مصفى بقى، وعلى على ميه تكون مش شديده قوي عشان اللحم بتاعه ما يتهرش. هبدا انضفه كده وفي ثواني هيبقى زي الفل، بطرف السكينه بطرف المقص هيبقى نضيف جدا. بسيبه يتصفى تماما، وبعد كده بحط له معلقه كبيره من الملح الخشن لكل نص كيلو. يعني كيلو السردين بياخد معلقتين كبار مليانين من الملح الخشن. في مصفى هرصص السردين ونخلي بالنا ونراعي ان ما يكونش السردين على بعضه. بعد كده جبت حلة فيها مية بتغلي وهحط المصفى دي فوق الحلة، وضروري ان المية ما توصلش للفتحات بتاعة المصفى، يعني يا دوب تبقى نص الحلة بس مية علشان كمان لما تغلي ما توصلش للسمك. هنحطه ونغطيه. بيقعد قد ايه؟ نص ساعة بالظبط. وبفتح عليه وبرفعه من عند الحرارة دي خالص واسيبه لحد ما يبرد تماما، ما اجيش جنبه ولا بامسكه خالص. بعد كده بجهز برطمانات تكون ناشفة كده ونضيفة، ممكن علب ازاز، المهم ان هي تكون برطمانات ازاز عشان بتبقى التخزين فيها افضل. هنا بقى براحتك التكوين زي ما انتي عاوزه. انا حطيت معلقه من هريسه الشطه، وهبدا ان انا ارصص السردين كده وتكون الديل بتاع السردين كده لفوق عشان يبقى سهل عليا اللي انا اسحبه منه. كمان ضفت شويه من هريسه الشطه، ممكن تحطي بقى ورق لوري زي ما انا حطيت، ولون الشطه المجففه اللي هي الاسواني ديت بتبقى حلو جدا، حبوب بتاعه الفلفل الاسود زي ما انتي حابه. ممكن ما تحطيش اي حاجه وتستكفي بالزيت اللي احنا هنستخدمه، بس الحاجات دي كلها بتدي تطعيمه حلوه. انا اخترت ان انا احط معلقه من هريسه الشطه، وكمان حطيت ورق لوري والقرون الشطه الحمراء. ممكن تعملي مثلا برطمان تاني بطعم الفلفل الاسود بس الحبوب الصحيحه، وتشكلي زي ما انتي عاوزه. بعد كده بنكمل بقيه البرطمان بالزيت العادي بتاعنا، مش شرط زيت زيتون ابدا لان هيبقى مكلف. انا كملت البرطمانات بالزيت العادي. البرطمان التاني برضو حطيت له شوية من الورق اللوري، حطيت قرون من الشطة، وكمان حطيت شوية من الفلفل الاسود الحصى، وكملت البرطمان زيت. ممكن تعملي الكمية كلها في برطمان واحد، بس اهم حاجة يكون البرطمان بتاعنا ليه غطا، ما يكونش بلاستيك. ليه ما يكونش بلاستيك؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. خلاص كده انا جهزت البرطمانات وحطيت لها الاطعمة اللي انا حباها. هقفله كويس وهنروح نجيب ايه؟ هنروح نجيب حلة هنفرش فيها فوطه نضيفه من فوط المطبخ، او مثلا المناديل بتاعه المطبخ نحط 3 4 مناديل كده. المهم ان احنا نعمل طبقه تكون سميكه، وهحط ميه في الحله توصل لحد نص البرطمان علشان لما تغلي ما تطلعش فوق البرطمانات، وعلى نار عاليه لحد ما الميه تغلي. هبدا ان انا اخلي النار وسط وهسيبه لمده ساعتين. ما تخافوش، البرطمان مش هيفرقع ولا هيجراله اي حاجة. مجرد ما المية هتغلي هوطي واسيبه لمدة ساعتين واكون مغطية الحلة. بعد ساعتين برفع البرطمانات وبسيبها لحد ما تبرد تماما في درجة حرارة المطبخ،
وبعد كده ممكن ادخلها التلاجة يوم 2، وممكن تاكليه على طول، ما بيحتاجش ان هو يخش التلاجة. الطريقة دي ممتازة ممتازة ممتازة، وبيقعد معاكي من السنة للسنة في التلاجة طالما البرطمان ما سحبتيش منه. يعني بيفضل البرطمان صلاحيته سنة طالما ما فتحناهوش. لو فتحناه بيقعد معانا حوالي اسبوع او 10 ايام. عشان كده يفضل ان احنا نعمل كمية في برطمانات صغيرة، بحيث ان البرطمان الواحد يبقى على قد الاكلة، ما نبقيش منه علشان ما يطولش معانا في التلاجة. انما لو البرطمان مقفول بنفس التكة اللي حصلت في الغطا نتيجة عملية الغلوان اللي احنا حطيناه في المية المغلية ساعتين وتبرشم، ده بيقعد معاكي من السنة للسنة ما بيجرالوش اي حاجة. زيه زي اي سمك معلب انت بتجيبيه من بره، زي التونة والانشوجة الماكريل، الحاجات دي انا طلعت منه كده. وتعالوا نشوف جماله وريحته وطعامته ونظافته. شايفين انا كنت جايب علبة فيها ال4 سردينات دول ب35 جنيه. ده برطمان شوفوا فيه كام واحدة، نص كيلو عمل لي برطمانين مليانين. شوفوا لو هنجيبهم من بره هنجيبهم بكام، ما بيكونش بالطعامة ولا بالنظافة ولا بالتوفير ده. جربوه هيعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. أسيبكم في أمان الله، مع السلامة.